أحد الشباب في دائرة للتو، وفي خاطرة حلوة يعني ذكرت في نص السالفة، فحبيت إني أشارككم إياها أنا وهو. صراحة يعني فكرنا فيها بعمق هيك وقلنا سبحان الله. قبل ما أحكي لكم شو هي هاي الخاطرة، الشاب كان بحكي لي إنه هو عمره وصل 28 سنة الآن، وإلى الآن لم ينطلق في حياته، لحد الآن ما تزوج ولا اشترى سيارة ولا فتح مشروع ولا أصلا فكر إنه ياخذ هذه الحياة بجدية يعني. فبقول لي حاسس إنه ضاع علي الزمن يعني. قلت له إنه لا شيء يعني، 28 سنة من 70 شو هي، ولا 28 سنة من 100 سنة إذا ربنا رزقك تعيش 100 شو هي ولا شيء. فنحكي كلام بين بعضنا كذا عن إنه الواحد يعني ينطلق الآن واتس نيفر تو ليت، وإنه كل يوم بيومه وربنا يحاسبك على عملك اليومي والملائكة تسجل لك أعمالك في لحظتها لا تنتظر النتائج. ففي النص هيك في نص الكلام طلعت خاطرة رائعة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انطلق في دعوته ولما نزلت عليه الرسالة كان عمره 40 سنة. هذا المشروع العظيم، المشروع الأعظم والأصعب على الإطلاق، أن تغير العقول هو أصعب مهمة على الإطلاق. أصعب من إنك تفتح أي شركة، أصعب من إنك تصنع أي إمبراطورية، أصعب من إنك تبني أي حكومة دولة. أن تغير العقول، فما بالك أن تغير دين البشر. فالله عز وجل لما بعث رسالته على الرسول عليه الصلاة والسلام محمد كان عمره 40 سنة. صحيح إنه الهدف اللي إحنا كنا دائما نتفكر فيه هو إنه حتى يكون نضج وصار يعني كامل الصفات من ناحية العقل والثقافة والمعرفة في الناس والعلاقات، ولكن في هدف آخر أنا الآن انتبهت له. هي رسالة لكل متأخر، it's never too late. إذا هذه الرسالة اللي صار لها قائمة الآن 1400 سنة ونجحت أيما نجاح، 2 مليار إنسان الآن يؤمن بدعوة محمد. 2 مليار إنسان الآن يوميا يعيشون بتفاصيل ما دعا إليه محمد. كل هذه الدعوة وكل هذه الرسالة انطلقت بعد سن 40. كل شيء بتعرفه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كله كان بعد سن 40 حدث. كل القصص كل شيء بعد سن 40 بدأ وانتهى خلال 23 سنة فقط. فالنجاح ترى لا يحتاج مدة طويلة. وانت ارجع الآن في قصص كل الشركات العملاقة الآن في العالم، تجد انه قصص نجاحها ما كانت مئات السنين ترى. يعني قد تجد بعض الشركات مثلا السيارات والساعات نعم إرثها قديم جدا، ولكن الشركات اللي أقوى منها واللي أنجح منها ترى شغل 20 سنة 10 سنوات 5 سنوات كمان. في شركات حققت نجاح بها. تيك توك الآن مكسر الدنيا. تيك توك كم عمره؟ تيك توك يمكن عمره أقل من 5 سنوات. فوالله it's never too late. وانطلق وربنا يحاسبك على عملك اليومي، بل على كل عمل تعمله في لحظته. خليني أنهي بمثال عن نفسي للمصداقية. يعني الآن أنا قد صار لي متخرج من الجامعة 5 سنوات بس. خلال هاي ال5 سنوات انطلق قناة محمد عدنان، وانطلق برنامج تحدي المعلومات وقناة عبد الله. و5 سنوات ترى النجاح ما بيطول، والله الفشل هو اللي بيطول، النجاح ما بيطول. حتى سبحان الله هذا الشيء يعني يبدو انه قاعدة هيك كونية. يعني حتى في موضوع الجسم، انا لما حسنت جسمي وزبطته في خلال 2.5 شهر كان خلاص صار توب. يعني مش توب يعني بس تحسن جدا. ولما خربته خرب خلال 7 شهور. فبالعكس النجاح سريع. والواحد لأنه بيكون أمضى سنين يمكن 20 و30 سنة في الفشل فيظنه الآن عشان ينجح بده زيهم. لا والله ما بتحتاج زيهم، بل أقل بكثير. والشيطان وإبليس وولاده خبرة 30 يمكن 40 ألف سنة الآن. ألعابهم وتلاعيبهم جدا ذكية صارت، وأساليبهم مبتكرة. لا تفكر أنه بيجيك بأساليب تقليدية كلاسيكية، لا أبدا. بيجي لواحد ممكن عمره 25 سنة، شو 25 سنة ولا إشي لسه، يعني يا دوب بلشت الحياة. بيجي بحسسه كأنه هو ضيع 100 سنة، إنه خلاص وانت عفى عليك الزمان وراح العمر، حتى يصل به للانتحار. ترى أنا بتخيل إنه أي إنسان بينتحر بيكون حرفيا جنبه قاعد الشيطان بيعطيها ضحكة شريرة، فيلن ابن حرام. فدير بالك من أساليب إبليس المبتكرة وخليك حذر. يعني قبل شوي بعد ما نزلت الستوري دخل لي واحد عمره 22 سنة بقول لي قسما بالله اني مكتئب لاني ضيعت عمري. 22 سنة يا اخي، انت لو بلشت الان في 8 سنوات على 30 انت كسرت الدنيا بتكون. وهذا كان وعد ابليس لله عز وجل، ولا اقعدن لهم صراطك المستقيم. خلاص ولع لما انطرد من رحمة الله، لما ربنا لعنه لانه استكبر ورفض يسجد لآدم. استكبر فربنا لعنه.
فحكى لك ضيع علي الجنة، طب والله ضيعها عليهم كمان. يلا والله مسكين اللي بفكر انه ابليس حيجيله باساليب تقليدية في الحياة، والله لا يجي لك باساليب ما بتتخيلها. ترى ابليس ذكي كثير. ابليس الله اصطفاه من بين الشياطين ليكون مع الملائكة. تخيل. طبعا هو كان زمان محترم، كان كويس. انا ناوي اعمل حلقة هيك كاملة عن ابليس اشرح لكم هاي الشخصية المرعبة. فابليس الله اصطفاه من بين الجن والشياطين ليكون مع ملائكة. تخيل الى اي درجة هو كان جبار وذكي وشخصية فلما شخصية زي هاي تنقلب وتتحول الى فيلن، وشو بيقول لربنا؟ بيقول انظرني الى يوم يبعثون. لما ربنا لعنه قال طب شوف الرد، رد سريع خبيث، انظرني الى يوم يبعثون، خليني بس ليوم القيامة. قال انك من المنظرين. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. والله ما دامها رايحة لا اروحها عليهم كمان. فاللي مش حذر، يعني اللي مش حذر من ابليس دير بالك على حالك والله.